النهارده هنشتغل مع بعض شيفت، هنشوف هنعمل كام في اخر اليوم. في ناس ما بتردش، يعني انت تقعد تنده مثلا ما حدش بيرد، تحس كأن في حد مثلا مخطوف جوه. يا جماعه الساعه 6:10 وده كل الحاجات اللي انا جبتها. تخيلوا يا جماعه بجد، يعني مش عارف كام دول، ممكن يطلعوا 50 حاجه مثلا. ده اول طلب، لسه بقى هعمل الطلب الثاني. موقف غبي جدا حصل معايا دلوقتي. المفروض ان انا يعني لما جالي الاوردرز او الاوردرز اجي اخدها من هنا من لافيرن، طلع لا في ابلنت. صعب جدا واحد يوصل اصلا يعني 3 طلبات في نفس الوقت. انت كل طريق مثلا كل واحد فيهم ممكن بياخد معاك 7 دقائق 10 دقائق مثلا. حاجات بقى السخيفه انك انت لما تكون بتوصل حاجه في الدور اللي فوق مثلا، مش دور ارضي. يعني ليه بقى؟ لان بيكون معاك حاجات كتيره جدا، ده بيبقى متعب. يعني هوريكم مثلا انا عامل دلوقتي. انا دلوقتي معايا طبعا الواجن ده اختراع بصراحه. امبارح يا جماعه حصل معايا حاجه، كنت بوصل اوردر، البيت كان ضلمه جدا، يعني مفيش اي انوار خالص. يعني قلت خلاص انا هحط الحاجه وامشي، وانا بجي اصور لقيت بيقول لي عايز فيريفاي اي دي. راح كلمته لو سمحت بس عشان لازم اعمل فيريفاي الاي دي وكده. يعني قال لي خلاص تمام ماشي اوكي. انا واقف مستني، مفيش حد طالع ولا حاجه، واذ فجاه الاقي الشباك جنبي بيتفتح. غباء في المكان ده ان مفيش باركينج جوه، لازم اركن بره. فقعدت اصلا الف، يعني هو النافيجيتور وصلني عند مكان ما فيهوش مدخل اصلا. حبايب القلب صباح الفل، عاملين ايه؟ النهارده هنشتغل مع بعض شيفت، هنشوف هنعمل كام في اخر اليوم. الساعه دلوقتي 10 الا ربع. احنا اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنلف كده في المكان. هنفترض دلوقتي اللي موجود في مونت كلير، عندنا اوردرز هنجمعها ناخدها. شيفت ده ابلكيشن زي دور داش واوبر. هنشوف من الساعه دلوقتي 10 الا ربع لحد الساعه ان شاء الله 10 بالليل، هنشوف هنعمل كام. شويه جالي اوردر لسه موصله، انا بدات على طول الشغل من هنا. 9 الا ربع جيت هنا، كان في اوردر ولسه موصله دلوقتي، جالي عليه خلاص $8 دلوقتي اوردر تاني هعمله طالبين حاجات. هنشوف بقى الحاجات اللي هم عايزينها ايه ونجيبها. هم المفروض تقريبا 41 حاجه، هم 3 اشخاص، فهنشوف هنجيبها في خلال وقت قد ايه. فيلا بينا. طب يا جماعه خلصنا اول اوردر، جمعناه كله. الساعه دلوقتي 10:05 قصدي. 3 طلبات او 3 اوردرز، يعني لازم نوصلهم قبل ما تيجي الساعه 11. طب يا جماعه ده التاني اوردر الحاجات دي كلها، وده التالت اوردر. فانا عندي 1 2 3 دول كلهم لازم اوصلهم خلال ربع ساعه. طيب انا طبعا صعب جدا ان انا اوصل الحاجات في الوقت. بعت لهم قلت لهم ان انا هتاخر عشان انا في اوردرز ثانيه بوصلها في نفس الوقت. قلت لهم هحاول ان انا اوصل يعني اون تايم، لو ما عرفتش انا بعتذر. يعني هو اصلا الابلكيشن نفسها بتقول لك ان انت ما تتاخرش، يعني ما اعرفش بقى الليد بيرفورمانس ده كتير بيأثر بعد كده ولا لا، بس ان شاء الله ما يكونش بيأثر. بس فعلا بيبقى صعب عليك، انت في حاجات كتيره جدا بتكون بتجمعها بتجيبها، ففي حاجات ما بتكونش موجوده فبتدور عليها فبتواصل مع الناس، يعني وكل حاجه طبعا في مكان مختلف عن التاني، فالموضوع ما بيكونش سهل خالص. يعني فانا وصلت اول واحد دلوقتي، راح اوصل التاني، فخليكم معايا. الحاجات بقى السخيفه انك انت لما تكون بتوصل حاجه في الدور اللي فوق مثلا، مش دور ارضي. ليه بقى؟ لان بيكون معاك حاجات كتيره جدا، الموضوع بيبقى متعب. يعني هوريكم مثلا انا عامل دلوقتي. انا دلوقتي معايا طبعا الواجن ده اختراع بصراحه، بيسهل كتير. حتى لما في البيزنس دايما بناخده معانا بنروح اي ايفنتس، بنحط فيه الحاجات نشيلها نحطها عليه. فالمفروض هوصل دلوقتي هنا في المكان ده. فطبعا هو اكيد فوق، فلازم اطلع فوق عشان اوصل بتاع ده. فالفكره بقى ان انت بتنزل على مرتين بقى، بتاخد يعني بتوصل حاجه وبعدين ترجع تاني تاخد حاجات تانية. يعني طبعا في حاجات يعني ممكن تتكسر ولا حاجه، الواحد لازم يخلي باله. ففي كتير شيل، يعني محتاج لياقه مش طبيعيه عشان الواحد بيشيل كتير، ومحتاج سرعه ولياقه. خليكم معايا دلوقتي، هنوصل ده وبعد كده هنروح نوصل الاوردر التالت. طيب يا جماعه انا لسه موصل حالا اخر اوردر هنا. ده بيت عجزه او مسكن للناس العواجيز، يعني سينيورز. فتعالوا نرجع. حتى في حمام سباحه هنا، عاملين لهم حمام سباحه، ما فتحش من بره. اللي حصل معايا دلوقتي اول حاجه الغباء في المكان ده ان مفيش باركينج جوه، لازم اركن بره. فقعدت اصلا الف، يعني هو النافيجيتور وصلني عند مكان ما فيهوش مدخل اصلا. فانت بقى تصرف بقى، تدور على المدخل ازاي تدخل. ما بيوصلكش على المكان بالظبط، يعني بيوصلك بس على البوابه، بس البوابه اصلا مقفوله، يعني مقفوله بقفل، يعني جنزير. في بوابه تانية المفروض اروحها. يعني الفكره بقى كمان الابارتمنت اللي مكتوبه على الابلكيشن نفسها هاش حروف. يعني هو في كذا مبنى هنا موجود ورايا، كل مبنى فيهم ليه حرف، مثلا A B C D كذا. كان مفيش خالص اي حرف محطوط. يعني في الرساله لما بعتها لي لما بفتح الابلكيشن بتاعت شيفت، المفروض بيبان مثلا اي بيلدينج، خلاص انت عارف رقم الابارتمنت، رقم الشقه، في 6 مباني.
طب اي مبنى فيهم بقى؟ الفكره بقى ان انا يعني شايل حاجات على ايدي، ما خدتش معايا الواجن بغبائي، برضو ما خدتش الواجن، فتقدرت خالص. خرت طبعا الساعه 11 ونص دلوقتي، والمفروض كان عندي اوردر تاني هروح استلمه اصلا من 11 ل 12 اوصله، فصعب جدا واحد يوصل اصلا يعني 3 طلبات في نفس الوقت. واحد فيهم ممكن بياخد معاك 7 دقائق 10 دقائق مثلا. يعني عايز اقول لكم ان انا عمال احاول اتواصل بقى مع الست، اول حاجه الرقم محطوط غلط، فولا بيوصل لها الرسائل اللي بعتها لها، الرقم التليفون اللي بتصل بيه مفيش اصلا، بتقول لي ده مش رقمي. طب انا اعمل ايه طيب؟ عرفت اتواصل معاها ولا اي حاجه، فعمال الف بقى الحاجات كلها وهي في ايدي. اتاخرت طبعا على الاوردر اللي بعد كده، فخلاص راح عليا. عادي الواحد ان شاء الله يجي له اوردرز ثانيه. هو وصلني هنا، لا ده السكن عاملينه للسينيورز، للكبار السن، مفيش اي مدخل خالص. فانا بقى دخلت المدخل الممشى، مدخل الاشخاص. يعني الموضوع بيبقى صعب، يعني في تنشن، في ستريس، عشان انت بتحاول توصل حاجه بسرعه وتجيب الحاجه بسرعه، كمان بتدور عليها بسرعه من الارفف، وكل حته طبعا في كذا كاتيجوري، كل حته فيها حاجات مختلفه. بص على الموضوع بطريقه ايجابيه شويه، يعني الموضوع حلو ان في حركه كتير، واحد بيتحرك، رياضه يعني ولياقه، انت بتشيل حاجات كتيره وبتشيل اوزان على حسب بقى الطلبات بتاخدها. هي الممتع فيها ان انت بتقعد تدور على الحاجه دي، تبقى احساس حلو كده، انت بتدور على حاجه وتلاقيها. دلوقتي شالوا الاوردر بتاعي، يعني كنت المفروض الاوردر دلوقتي استلمه من رانشو، انا دلوقتي في كليرمونت، هروح استلمه من رانشو، فما عنديش اوردر دلوقتي خالص، فبستنى بقى يجي لي اوردر تاني شيبت، اشوف شيبت عليها تاني اوردرز تاني، واشوف دور داش واوبر. الشيبت بقى مش سهل انت تشتغل فيه، بتقدم في شورت ليست زيه زي انستا كارت كده، استنى بقى دورك لحد امتى هيحصل. ده انا مقدم عليه اصلا من السنه اللي فاتت، وانا بشتغل في تارجت، وكده انا اتعرفت على واحد قال لي على موضوع شيبت ده، قدمت عليه وفضلت مستني الحمد لله فتحت، فانا لسه بادئ وهو من كام يوم يعني. لكن دور داش واوبر انا بعملهم من قبل كده. شيبت حلو وكل حاجه، بس مشكلته ان زي ما قلت لكم ان انت عندك تايم كونسيومينج قوي، لازم بسرعه توصل الحاجه بسرعه. يعني دور داش واوبر مش كده، دور داش واوبر انت عندك شويه مفيش فكره الليت دي، ان انت بتتاخر على الناس، او هو بيحط لك ليت اللي انت اتاخرت يعني بيديك تايم فريم لازم توصل الاوردر فيه. يعني شايف ان هو ملوش لازمه في تايم فريم، يعني ماشي لو في حاجه مثلا عايز تحط في الثلاجه في الفريزر ماشي، بس انت لو معاك كذا اوردر ما ينفعش انت تديني مثلا ساعه اوصل فيها 3 طلبات واجيب الطلبات واجيبهم من مكان. حاجات طبعا انت بتكون مثلا بتدور عليها وما تكونش موجوده اصلا، فبتضطر تدور عليها في كذا حته عشان تلاقيها، ممكن ما تلاقيهاش، لازم تتوصل مع الست او مع الراجل، بعدين بقى بتروح توصلها، وانت بتوصل ما تعرفش الدنيا تبقى زحمه وعامله ازاي، فالموضوع بيبقى صعب طبعا انت توصل كل الحاجات دي ساعه، يعني المفروض يبقى الوقت اكبر من كده يعني، بس هو اكيد يعني بيبقى عامل حسابه ان انت هتوصل هتروح بدري عن كده. يعني الفكره بقى انت الواحد بيبقى فاتح الثلاث ابلكيشنز، 3 تطبيقات يعني، عشان ما يجيلوش اوردر من هنا يجي له اوردر من هنا، ما يجيلوش حاجه الواحد بيعملها. يعني هو حلو في موضوع ان انت تعيش بجد مغامره حلوه قوي، بتقعد تستكشف بقى وتروح وتيجي، ده الممتع فيها يعني بصراحه يعني. بس الجو بصراحه الجو حر جدا 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 مش طبيعي، يعني الحمد لله رب العالمين ان في مكيف اصلا. انا بجد مش عارف الناس اللي عايشه من مكيف ولا عربياتها من غير مكيف ولا عايشه في الشارع اصلا. الواحد لما بيحصل معاه كده بيفتكر بقى الناس الغلابه اللي عايشه في الشارع، الناس اللي ما عندهاش مكيف عربياتها، بيفتكر الناس اللي في غزه، دول كتيره حوالين العالم عايشه في فقر. يعني الواحد بيحس بنعمه اللي هو فيها، عندنا نعمه الحمد لله احنا في مكيف، الواحد بيشتغل وفي مكيف، يعني مش بيشتغل وهو طول الوقت تحت الشمس. كمان الواحد برضو بيحس بالحراره ديت، بيقعد يقول لنفسه طب يعني لو الحراره دي انا مش عارف استحملها، يعني مش عارف استحمل شويه حر، مش قادر استحمل وعايز مكيف، الواحد هيستحمل ازاي؟ يعني كام ثانيه في النار، يعني ازاي يستحمل ان هو يعني جسمه يتحرق كله ويتخلق من جديد ويتحرق تاني ويتخلق من جديد وهكذا، والاستشعار استشعر بكل حاجه، موضوع بشع فظيع. الواحد لما يقعد يتخيله كده يقول يا رب احفظني من النار، يا رب مش عايز ادخل النار ولا ثانيه ابقى في النار، يا رب يعني يا رب يعتق رقابنا من النار يا رب، لان بجد الموضوع رهيب. ربنا يحفظنا جميعا يا رب منها، وربنا يعني يفوقنا كده من الغفله اللي احنا فيها ديت، لان الشيطان ابن الذين مصمم عايز ياخد مننا ناس كتيره جدا معاه النار، ودي لعبته وهيفضل يلعبها، واحنا لازم نبقى فعلا اذكياء واعيين جدا يعني عشان ربنا ان شاء الله يعني ينجينا من النار. يعني رجعت البيت غيرت زي ما انتم شايفين كده، ماليش اوردرز خالص كل الفتره ديت. عاده دايما الشيبت بيبدا يشتغل اكتر في الوقت ده، هو من 6 المغرب كده يبدا الناس تطلب كتير. دلوقتي عندي اوردرين هاخدهم دلوقتي، جيت على لافيرن، انا لازم ننجز بسرعه في تارجت، ناخد العربيه سريعه دي، يا رب تكون سريعه. موقف غبي جدا حصل معايا دلوقتي، المفروض يعني لما جالي الاوردرز او الاوردرز اجي اخدها من هنا من لافيرن، طلع لا في ابلند، ما اعرفش ازاي اتغير بقى في ابلند. الفكره كلها ان انا الحاجات المفروض كله تارجت واحد، بس هم بقى الارفف اللي حاطين فيها الحاجات تقريبا كل محل مختلف عن التاني لتارجت. هروح دلوقتي تاني اسوق 20 دقيقه عشان اروح لتارجت اللي هو في ابلند. بجد حاجه مستفزه جدا،
يعني جينا ليفرنا على الفاضي، يعني مش عارف الهبل ده. يعني المفروض عندي اوردرين دلوقتي هوصلهم في ابلاند، بعدين عندي اوردر تاني بقى هروح اجيبه من مونت كلير. يعني الواحد مش عارف ليه كده يعني. رياضه، ها رياضه صح؟ اقول كده. دلوقتي حاجه مبسوط اعمل لكم معايا. واو بص السما عامله ازاي، ما شاء الله. يا سبحان الله جمال، بس ان هي دوامه. طيب يا جماعه خليكم معايا، يا رب ننجز بس ان في وقت. المفروض من 6 ل 7 ساعات، دلوقتي 5 داخله 5 ونص. بصوا يا جماعه السما جميله ازاي والطبيعه، يا سبحان الله بجد حاجه روعه كده، حاجه تفتح النفس. الشغل امبارح يا جماعه حصل معايا حاجه. كنت بوصل اوردر، بدور على العنوان بتاع البيت بتاع الشخص، عمال ادور انا ماشي على حسب النافيجيتور، فوصلت على البيت عشان اعرف البيت بتاع الشخص. ببص على الرصيف نفسه، الرصيف بيبقى مكتوب فيه رقم البيت. حلو، هو كان مكتوب بس كان متشخبط شويه، يعني مش باين قوي والدنيا ضلمه، فانا برجع شويه بالعربيه لورا عشان كشاف العربيه نفسه هي اللي تنور واعرف البيت كام. فبصيت قلت الرقم هو تمام، نفس الرقم اللي مكتوب يعني. المهم بس البيت كان ضلمه جدا، يعني مفيش اي انوار خالص، يعني مع ان اصلا المفروض فيه الرينج ده اللي هو بينور المفروض، بس مفيش اي حاجه خالص. قلت خلاص انا هحط الحاجه وامشي. قلت مش هتصل، يعني عاده ما بتتصلش، يعني يحط الحاجه ويصورها ويعمل سميت للفوتو يعني، وخلاص خلص الموضوع على كده. فانا واقف الحاجات خلاص وعايز امشي بقى خلاص. المفروض انا بحب اصور عشان بصور الحاجات اللي قدام الباب برقم البيت يعني وكده، عشان خلاص يبقى ده اثبات ان انا وصلت الاوردر ويجي لي فلوس بعد كده على الابلكيشن نفسها. وانا بجي اصور لقيت بيقول لي عايز فيريفاي اي دي. ما اقول فيريفاي اي دي ايه؟ فيريفاي اي دي ده يعني عايز اثبات، عايز اعمل فيريفيكيشن للاي دي نفسه، هويه، تذكره الهويه بتاعتي مثلا. يعني انا قلت مثلا اكيد عشان في ادويه موصلها انا، قلت ممكن يكون عايز اتاكد ان انا مثلا فوق 18 سنه لا اللي انا بوصل الدواء. فحاولت اصور الاي دي بتاعي مش ظابط، قلت لا يبقى مش عايز الاي دي بتاعي، يبقى عايز الاي دي الشخص. وانا بصراحه مش عايز ان انا عايز ان انا في الوقت ده 10 بالليل، مش عايز ان انا اصحي الشخص نفسه، ولا سواء راجل او ست مش عايز اصحيهم عشان اخد الاي دي بتاعهم يعني. فجاي اعملها برده مش عايز تظبط. فالمهم راح كلمته لو سمحت بس عشان لازم اعمل فيريفاي للاي دي وكده يعني. قال لي خلاص تمام ماشي اوكي. انا واقف مستني، مفيش حد طالع ولا حاجه، واذ فجاه الاقي الشباك جنبي بيتفتح بتاع البيت. قالت لي ست كده من الشباك، ست يعني بشرتها سودا كده سمرا، يعني مش عنصريه يا جماعه والله خالص، بس انا بحكي لك بقول. فطلعت لي قالت لي هو ار يو؟ قلت لها هو ار يو ايه؟ انا جاي اوصل طلب، في طلب يعني في طلب بوصله ايه؟ فهو ار يو ايه؟ انت طلب الطلب يعني. قلت لها didn't order anything. فقلت ده بقى المكان بقى يا جماعه، يعني مش ناقصه توهان يعني، اوريدي انا متاخر اصلا على تسليم الاوردر يعني. فالمهم الحمد لله في نفس الوقت لقيت الراجل بيتصل بيا بيقول لي I can't see you. قلت له هو سوري I went to another house، انا اسف انا رحت بيت تاني. رجعت لورا كده ببص عليه لقيته، فقلت له سوري مش عارف ايه وبتاع، ومشيت ورحت اديت بقى الحاجات للراجل وخلص الموضوع على كده الحمد لله. بس الفكره بقى كلها لو انا كنت ما عنديش الحوار ده كنت سبت الاوردر ومشيت، لان انا خلاص قلت ان ده البيت، وشفت رقم البيت اللي بعده يعني خلاص قلت طيب يعني هو مثلا ده 45، يعني لو ده 44 يبقى قبليه 45 او 40 او 43 مثلا. طلع اصلا الجهه المقابله، يعني مش حتى بعده، لا ده مقابل ليه. فدي حاجه كانت غبيه قوي بامانه. عربيه بتنط كاني راكب حصان، كتير كده عربيه بتنط كده. طيب يا جماعه وصلنا اخيرا هنا تارجت كامبس. الساعه دلوقتي 10 سريع منه كده ايه، هنبدا نعمل الجوله بتاعتنا، نخلص عندنا 2 اوردرز فيلا بينا. طيب يا جماعه الساعه 6:10 وده كل الحاجات اللي انا جبتها. تخيلوا يا جماعه بجد يعني مش عارف كام دول، ممكن يطلعوا 50 حاجه مثلا. ده اول طلب، لسه بقى هعمل الطلب التاني، فخليكم معايا. شكله يوم جميل كله نشاط وحيويه. طيب يا جماعه وده الطلب التاني. بصوا ما شاء الله كميه كبيره جدا، يعني تخيلوا انا على العربيه دي والعربيه التانيه اللي شفتوها في الاول، الاثنين دول لازم اوصلهم في خلال بالظبط 20 دقيقه، ولسه ما اتحركتش من هنا اصلا. يعني الموضوع يا جماعه بجد يعني كميه سعرات حراريه الواحد بيحرقها مش طبيعيه، رياضه من كل المقاييس. الفكره كلها انا دلوقتي لازم اوصل الطلبين دول. انا عايزكم بس تشوفوا المنظر يا جماعه، يعني تخيلوا بص المنظر، يعني لازم احطهم طبعا افصلهم، احط حبه مثلا جنبي وحبه مثلا ورا وحبه في الشنطه بتاعت العربيه. يلا توكلنا على الله. ما شاء الله يا سبحان الله الجمال، غروب الشمس. انا وصلت الاردنين الحمد لله، يعني الواحد بجد بيتمرمط بس الحمد لله نعم وفضل. في الطريق دلوقتي من مونت كلير عشان اخد الاوردر التاني، برضو 2 لازم اوصل لهم، والساعه دلوقتي 7:03، لازم برضو قبل الساعه 8 يعني
من 7 ل 8 اكون جبت كل حاجه ووصلتها. ربنا يسهل ان شاء الله وهعرفوا كل حاجه، فخليكم معايا. طيب يا جماعه وصلنا على مونت كلير تارجت، ودلوقتي هنخش نجيب الحاجات، فيلا بينا. ده مونت كلير تارجت. طيب الحمد لله خلصنا الطلبين، انهم كلهم طبعا. ده لا، ده بتاع ابني. طيب يا حبايب خلصنا خلاص، ودلوقتي هنروح نوصل الطلبين، فخليكم معايا. انا عايزكم يا جماعه تعيشوا معايا الرعب شويه. حابب اخش بيوت كده يبقى شكلها مريب جدا، يعني تحس مثلا في سفاحين جوه البيوت ديت. وريك دلوقتي البيت اللي انا لسه موصل فيه الاوردر، هو ده. الدنيا بتبقى ضلمه جدا كده زي ما انتم شايفين، يعني بيوت بتبقى فعلا يعني منوره، يا دوبك خفيف جدا. يعني انت بتكون عايز تطمن اول حاجه ان انت بتوصل الحاجه في المكان الصح. في ناس ما بتردش، يعني انت تقعد تنده مثلا ما حدش بيرد، تحس كأن في حد مثلا مخطوف جوه عايز حد يرد عليك على الاقل. فهم بيقول لك مثلا ليه بتأدى دور وخلاص، يعني ما حدش بيرد بقى. الناس بتخاف من بعض، فانت اصلا يعني كله بيخاف من بعضه. يعني ده الواحد يحس بعدم الامان يعني، او عدم الثقه من الطرفين. يعني انا اكيد مش هثق في الشخص ده، انا ما اعرفش مين اصلا، وهو اكيد مش واثق فيا عشان ما اعرفش انا مين. فالتعامل كله بيبقى من خلال الابلكيشن، يعني اللي هو خلاص وصل وخلاص السلام عليكم مع السلامه، خلص الموضوع على كده يعني. عشان كده انا مش بحب اوصل حاجه بالليل، لان زي ما انتم شايفين بيبقى الدنيا يعني ضلمه بالشكل ده، عتمه بالشكل ده. يعني انت بتبقى عايز وعشان توصل للعنوان اصلا، يعني ممكن النافيجيتور يوصلك غلط، فممكن تسيب الاوردر في مكان غلط، فالواحد بيتسوح يعني، بيتقدر يعني. طيب يا حبايب انا لسه واصل دلوقتي اهو على التارجت. الساعه دلوقتي 8 داخله 8 ونص خلاص. لازم اجيب 9 حاجات، لازم اوصلهم قبل ما تيجي الساعه 9. طيب يا جماعه الساعه دلوقتي بالظبط 9 الا تلت. هنقعد بقى نوصل الحاجات دي، بس انا مزنوق عايز اخش الحمام. خلاص كل حاجه، يلا بينا. خليكم معايا عشان نعرف عملنا كام على اخر اليوم. خلاص ده اخر اوردر، مش هاخد اوردر تاني بعد كده ان شاء الله. هوصل ده على خير، وبعدين هعرفكم ايه اللي حصل معايا، واعرفكم عملنا كام من اول ما بدأنا اليوم. يلا بينا. بصوا اصلا العربيات عامله ازاي والدنيا عامله ازاي. عايز اوريكم المكان. بص اصلا الحته اللي بسوق فيها عامله ازاي، بجد بيت غريب قوي. هوريكم دلوقتي منظر ثواني. عايز اوريكم، خليكم مركزين. نص البيت عامل ازاي. بصوا يا جماعه البيت عامل ازاي، خليكم مركزين. واخيرا الحمد لله وصلنا للبيت. والسؤال اللي يطرح نفسه بقى، عملنا كام بعد اليوم الشاق ده؟ الحمد لله رب العالمين. يعني شيل الحاجات بس هي كانت متعبه شويه، بس الموضوع ممتع. هو عشان الوقت بيبقى في خلال ساعه الواحد لازم يجيب كميه حاجات ويوصلها، هي دي تبقى المشكله بس. وبيكون طلبين في نفس الوقت كمان، فده اللي بيبقى صعب شويه. بس هو في الاخر الموضوع ممتع قوي يعني بصراحه، كمان مجزي. يعني حسبتوها كام في الاخر؟ عملنا 6 ساعات دول عملنا تقريبا 8 طلبات توصيل من تارجت. تفتكروا عملنا كام في الاخر؟ ها فكروا كده، اكتبوا كده في التعليقات تحت عشان ايه يعني تخمن، بحيث ان انت ايه، او انتي لو انت فعلا وصلت الرقم تبقى انت يعني عارف تجيبها. تفتكر عملنا كام؟ عملنا الحمد لله رب العالمين عملنا $115، وده بما يعادل يعني $19 وكسر في الساعة. وده حلو قوي قوي قوي، لان دلوقتي اصلا في كاليفورنيا المينيمم ويج $16.50. وهنا لازم نحط في الاعتبار كذا حاجه. اول حاجه ان الفلوس دي بتيجي من الطلب نفسه. لما بتستلم الطلب بيقول لك ان الطلب مثلا الطلب ده هتاخد عليه كذا، تقول مثلا $10 $13 على حسب. بس في فلوس تانية بتيجي تيبس. التيبس دي بقى ممكن هي اللي تعلي الموضوع جدا. ممكن يبقى $13 تيبس مثلا، ممكن يبقى $20 تيبس، ودي بتحصل. ممكن يبقى اكتر من كده كمان، وممكن يبقى اقل خالص، وممكن ما يكونش فيها تيبس خالص. تمام، فده بيفرق. فعشان كده هو الموضوع بيتحسب على حسب الاشخاص نفسهم اللي هتوصل لهم الطلب دول، هل هم بيدوا تيبس ولا مش بيدوا تيبس. ده بيفرق جدا. ولكن طبعا نصيحه ان انت خد طلبات اللي بتبقى ارقامها عاليه شويه، عشان يعني ابدا مثلا من $7، من $8، من $10. اللي اقل من كده
يعني مش حلو ان تاخدهم، لانه او لو مفيش حاجه غيرها خدهم الاول. بس قصدي يعني عشان تعرف تستفاد بوقتك صح او تستفادي بوقتك صح، الاحسن انك تاخد الطلبات، الاجر بتاعها هيبقى اعلى. وحاجه ثالثه، الشيبت اصلا هو بالسهل ان اي حد يبقى فيه. يعني انا مقدم عليه من سنه، من اول ما بدات اشتغل في تارجت اصلا. وانا بشتغل في تارجت عرفت على واحد كده كان جاي من الناس الزباين اللي كانوا بيجوا على تارجت يعني، وكان بيعمل تشيك اوت وكده. فانا كنت على الكاشير اتعرفت عليه يعني، قال لي على الموضوع فقدمت من ساعتها. وانا كنت مستني والحمد لله فتح من كام اسبوع. فالحمد لله من الحاجات اللي الواحد يعني بيشوفها مع شغل الشيبت دلوقتي، هو غير شيبت يعني دور داش واوبر. يعني الفرق بين دور داش واوبر، انت بتشتغل بتبقى عندك خلاص على طول تقدر تبدا تشتغل على طول، وبس بيتعمل لك طبعا الباك جراوند تشيك والحاجات دي كلها. العربيه يعرف العربيه بتاعتك ايه والرخصه بتاعتك والحاجات دي كلها، كل الحاجات اللي هي للهويه بتاعتك يعني، الهويه بتاعتك. فدي الحاجات اللي هو بيطلبوها. وبعدين عادي يعني دور داش واوبر وحتى جراب هاب والحاجات دي كلها عادي الواحد يقدر يشتغلها عادي. بس هو بياخد كام وقت كده. الفكره كلها في الابلكيشنز ديت ان هو بيديك يعني اوبر بيفتح لك المجال اللي انت عادي تشتغل في اي وقت، يجي لك طلبات اي كنت فين هيجي لك طلبات. بالنسبه لدور داش، لا، دور داش لازم يعني بيديك وقت محدد بس بتعمل فيه طلبات، لازم تعمل سكادجول الاول. ونفس الحكايه برضو في شيبت، لازم تعمل سكادجول. انت تقول مثلا هشتغل من الساعه 6 ل 7 و7 ل 8 و8 ل 9 و9 و10 11 ل 12 يعني كده، و1 ل 2 و3 و4 لغايه بقى بتوصل لغايه مثلا بالليل لحد الساعه 10 لكذا، انت ده اخر ميعاد ليك. ففي الوقت ده بيجي لك بقى طلبات على حسب المنطقه، وبتختار مثلا المناطق اللي انت هتروح تشتغل فيها. لا دور داش لا بقى، دور داش بيقول لك هتختار اي منطقه، والمنطقه دي هي بس الوحيده اللي تقدر تشتغل فيها من الساعه كذا للساعه كذا. وطبعا بيبقى فيه بقى سكادجول شيفتس معينه كل واحد بيختار، فلو انت ما اخترتش مش هتلاقي ساعات ما يكونش فيه يعني. من الحاجات مثلا اللي الواحد بيواجهها النهارده، مثلا لما كنت معايا انتوا، المكان اللي دخلت عليه ده بجد رحت بيت كان فعلا مريب جدا 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 يعني. دخلت لقيت عربيتين كده محطوطين على الرصيف. اصلا البيوت المفروض هنا في امريكا الزرع اللي بيبقى قدام البيت ده المفروض ان هو حد بيجي يقصه بحيث ان يبقى مستواه يبقى متساوي على الارض يعني، ما يكونش عالي، ما يكونش كانك داخل غابه يعني. فانت دخلت البيت حاسس انك داخل غابه، تحس داخل بيت مهجور اصلا يعني. كميه الحاجات يعني، تلاقي عربيه ار في موجوده، تلاقي عربيتين موجودين عن جنب محطوطين على الرصيف كده على جنب، تحس انهم مسروقين اصلا. فبيت مريب جدا والدنيا ضلمه اصلا. من النصايح اللي انصحكم بيها ان انت ابعت على طول لما تروحوا اماكن كده، ابعت لحد قريب ليك، مراتك، جوزك، مامتك، ابوك، امك، اي اخواتك، اي حد من عيلتكم يعني قريب ليكوا، ابعتوا له على طول اللوكيشن بتاعكم قبل ما تخشوا الاماكن ديت، عشان ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل يعني. دي نقطه مهمه قوي يعني، عشان سلامتكم يعني. اعملوا الموضوع ده احسن، ابعت اللوكيشن وبس، وحط الحاجه وامشي بعد كده يعني. وخليك ظريف مع الناس، ولو انت هتتاخر ابعت لهم رساله قول لهم انك هتتاخر عليهم يعني. حلو الواحد بيعمل حاجه بيكون فيها اريحيه على الوقت اللي انت حابه، تشتغل في الوقت اللي انت عايزه يعني. مفيش مدير عليك، انت مدير نفسك. والحلو في الموضوع ده ان انت بقى يعني بتروح تستكشف بقى المحل، بتعرف كل حاجه مكانها فين بعد كده. الحاجات الواحد بيستكشفها طبعا، الحاجات دي كنت عارفها لما كنت بشتغل في تارجت اصلا. الحاجات اللي بتبقى موجوده على الارفف اللي في الاول خالص، لما انت تجيب مثلا حليب او تجيب عيش او تجيب خضار او اي حاجه، دايما ما تجيبش الحاجه اللي بتبقى في الاول، لا جيب الحاجه اللي ورا. دي بتكون تاريخ الصلاحيه بتاعتها بيبقى اطول شويه. فالحاجات اللي بيحطوها في الاول دايما هي بتبقى حاجات اللي قرب الصلاحيه بتاعتها تنتهي، فبيحطوها في الاول عشان الناس تاخدها في الاول. وبعدين بقى لو عايزين حاجات صلاحيه مدتها اطول روحوا على اللي ورا. ما اعرفش المعلومه دي انت عارفينها ولا لا، ناس كتير عارفاها ولا لا، بس حبيت اقول لكم عليها. دي النهارده كانت تجربتي مع شيب، انا مبسوط جدا بيها. دي حاجه بعملها ضمن حاجات كتير جدا بعملها. لو انت تحب او انت تحبي تعيشوا معايا المغامرات ديت يوميا، تويتر في التعليقات تحت. لو حابين تشوفوا فيديوهات اكتر لتوصيل الطلبات وكده اكتبوا لي في التعليقات تحت. ولو عندكم اي اسئله عايزين تسالوها لي بخصوص الطلبات، سواء اوبر، دور داش، شيبت، واي حاجه تانية تخص امريكا، اكتبوا في التعليقات تحت. ولو مره بتشوفوني فكان معاكم اخوكم علي. اتمنى يكون النهارده اتبسطتوا معايا واستمتعتوا معايا واستفدتوا معايا. لو حسيتوا بده مش هوصيكم باللايك وبالشير للناس اللي تعرفوهم عشان يستفادوا هم كمان، وبالسبسكرايب في القناه او الفولو لو انتم بتتابعوني على الانستجرام او التيك توك او الفيسبوك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا باذن الله. مع السلامه.